أعزائي المشاهدين، وما زلنا من داخل أكاديمية المصري، ومعنا إحدى وليات أمور لاعبين في أكاديمية المصري. تعرف بنفسها؟ أنا دكتورة سمر، والدة اللاعب ياسين عمرو محمد، مواليد 2013، ومحمد عمرو مواليد 2015. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بحضرتك. طمنينا بقى كده على اللعيبة بتوعنا، عاملين إيه في الأكاديمية؟ طبعا احنا معانا يعني مع كابتن رضا بقالنا بتاع سنة ونص كده. بصراحة الأكاديمية من تقدم لتقدم ما شاء الله، وحتى ده باين ما شاء الله في الأعداد. يعني حضرتك جيت السنة اللي فاتت، طبعا الأعداد بس ما شاء الله ربنا يزيد، يعني طبعا في تزايد مستمر. وده طبعا إن كان بينم عن شيء فينم على المجهود الجبار اللي كابتن رضا عامله من قبل الأكاديمية ومن قبل الكباتن فعلا. ومش أي حد من الكباتن بيبقى موجودين، يعني هو دايما بيراعي إن الكباتن اللي بيبقى دايما موجودة بتبقى على دراية وعلى علم يعني وثقافة باللاعب وإزاي يتعاملوا معاه. طيب حضرتك شفت إيه في خلال المدة اللي حضرتك قضيتيها هنا؟ من حاجات مميزة أو حاجات مش مميزة؟ لا انا لو هتكلم على اولادي، لا في حاجات كتيره جدا في اولادي ان هي يعني التزموا فيها. اول حاجه طبعا مش رياضيا بس، لا ده اخلاقيا، وغير كده كمان كابتن رضا مدخل معانا الجانب القراني والديني وكده. فالولاد ما شاء الله بجانب الرياضه بيحفظوا القران، وبالعكس كمان ده بيتكرموا وبياخدوا شهادات تقدير وكده. بجانب طبعا ان الماتشات ما شاء الله على طول موجودين، سواء كان ماتشات تسويقيه او ماتشات يعني وديه مع الانديه الكبيره. فده طبعا ده احنا لامسينه في ان دايما الولاد دايما في تشالنج عندهم، ودايما في تقدم، ودايما في يعني عايزين يبقوا الاحسن عشان ان شاء الله يتسوقوا في اماكن احسن وانديه اكبر. طيب ولاد حضرتك كانوا في اكاديميه قبل كده ولا هي دي اول حاجه؟ احنا كنا قعدنا فتره في وادي دجله، وبعدين رحنا نادي 6 اكتوبر، احنا مشتركين اصلا فيهم. وبعد كده جينا اكاديميه المصري، بقى لنا سنه ونص بصراحه. ما يعني الولاد ما فيش اي اوبشن بالنسبه لنا تاني ان احنا اصلا نغير اكاديميه المصري، يعني هي خلاص احنا استقرينا هنا. يعني احنا هنا لاقيين كل اللي احنا عايزينه كده. احنا استقرينا، وبعدين مش هم بس اللي لاقيين نقطه زي كده، لا احنا كاولياء امور لا في جو اسري فظيع معمول، يعني سواء كان من ضمن الرحلات او من ضمن المسابقات اللي كابتن رضا بيعملها للاولاد وبيعملها لاولياء الامور. فلا طبعا في جانب اسري رائع جدا. يعني احنا اتصاحبنا على ناس كتير جدا، وبقى لينا كده جروب، بقى لينا اسره غير اللي في بيتنا. فاحنا نفسيا بنبقى احنا اللي عايزين نيجي قبل الولاد كمان. احنا بنشكر حضرتك جدا. ربنا يخليك. شكرا جدا لذوق حضرتك.